عليكم، اهلا بكم في مطبخ مصريه، واحنا لسه مش في مطبخنا، وخليكم معايا كده واحده واحده. هنعملوا حاجه وربنا يكرم. الدنيا لسه مش متظبطه في المطبخ، فبنعمل اكل وحاجات يعني محدوده بالامكانيات المتاحه. دلوقتي معايا زي كوبايه الا ربع عدس بجبه. انا هحط عليها ميه سخنه بتغلي. تمام. وادي الحمص ما نعناهوش، بس هنحط عليه برضو ميه بتغلي، واشغل عليهم هما الاتنين النار. هنعمله ايه حاجة حاجة كده، واحدة واحدة. تمام. هو كده معانا العدس استوى. العدس الايام دي بيستوي بالهوا يعني. وادي الحمص اللي احنا ما كناش ناقعينه وما نسينا. والبصل قطعته حلقات. وده تومة عشان نعمله الصوص. طماطم. انا بعمله بطريقة مختلفة يعني. في كتير قوي بيعملوه في الحلة الواحدة والحاجات دي. انا بعمله بطريقتي، وبطريقتي بتعجبني. خلاص التومة كده ايه، لونها مستكاوي. مش كل الناس تعرف كلمة مستكاوي اللي هي لونها ايه يعني، هتخش في الحمران. الكاميرا مش جايبة الدرجة قوي. تمام. انا مطية النار. انا شغلي كله على النار واطية. يقولوا عليا بطيئة، بس بعمل كل حاجة على الهادي. اهي الدرجة دي. هحط بقى الطماطم. ده اكتر من نص كيلو طماطم ضربة في الخلاط، لونها احمر وجميل. تمام. اسيبها بقى تتسبك والبصلة تتحمر، ونكمل بقية مراحل الكشري المصري بإيد اسكندرانية. القمر اتسبكت وقدامها النطر. زودتها مية. هحط ملح وفلفل أسمر وكمون. أنا هعمل منها جزء حراق وجزء مش حراق عشان في أطفال هتتغدى. طيب عبارة عن إيه؟ إحنا الكشري المصري بنعمله يا إما بكبدة يا إما بصدق. أنا عاملاه بصدق. عبارة عن إيه؟ صدق متقطع، بصل، كمية بصل كويسة، فلفل ألوان، معلقة توم مفروم. مش هحط اي يعني، مش هعمل فيه مجهود. انا هحطه على النار، اوطي عليه، ينزل ميته ويشربها، يبقى هو كده استوى. وشكرا. نشوف. انا هشيل دي من على النار، احط لها معلقتين خل، واشيلها من على النار واحمر المكرونه. انا يعني في كتير هيتفرجوا عليا على الفيديو يقولوا لا احنا الكشري المصري مش بنعمله كده. انا بعمله كده، ودي طريقتي، وبيبقى ممتاز. بحب الطعم ده مختلف خالص. مفيش كمية المكرونات الكتيرة والحاجات دي. طيب دوت العدس استوى. هزوده ميه. هحط الرز اغسله والكميه اللي انا عايزاها. احط عليها الرز والماده الدهنيه او السمنه او الادام زي ما بنقول، واخليه يغلي واوطي عليه النار. انا زودت الميه بتاعه العدس. احط الملح بتاعي بقى. فلفل اسمر. مش بحط زياده عن كده يعني. دي بقى معلقتين زيت. كأنك بتعملي رز ابيض يعني، غير ان هو فيه العدس. احط بقى الرز. رز مصري عادي. يغلي هوطي عليه. بس هدوق الملح بره التصوير. تمام. طيب وهنا اهي شغالة. نزلت ميتها تشربها. الحلة دي هحمر فيها المكرونة.
كمل. عارفة هما عرفنا للأطفال الصغيرين مش صابرين، احنا بقى كبار رز مفرفر وجميل وجميل وجميل. الطريقة مختلفة وبيعملوا مكرونات كتير. خلاص طريقتي مختلفة بس رائعة. تمام. ده رائع رائع رائع. بس مرات ابني قالتهولي وانا نسيته. قالت لي طنط انت ليه ما حطيتيش طماطم؟ قلت لها تصدقي بعد ما خلصت الفيديو افتكرت ان انا ما حطيتش طماطم. ايه طماطم ايه؟ نحط ايه كمان؟ بصوا بقى الجمال والروعة. نحط كمان الحمص. كشري ابو طارق لا انسي احلى منه بكتير. بصي القمر والجمال. من غير ادوات برضو اوام اوام. الكشري المصري بايد اسكندرانيه روعه روعه روعه. اتمنى تجربوا طريقتي مش هتندموا. كنت معاكم اماني من مطبخ مصريه، بحبكم كلكم. باي باي.